الجولة الأولى في البريمير ليج ديما كتكون عامرة بالمفاجآت، ولكن هاد المرة كاين خمسة الحوايج اللي خصك تركز عليهم قبل ما تصافرات البداية. يلا نشوفوهم. أولا، قمة الجولة. إذا كانت مباراة خاص كل متابع ديال البريمير ليج يشوفها، فهي نيوكاسل ضد ليفربول، جوج فرق عندهم طموح يبداو الموسم بأفضل طريقة، وأول انتصار يقدر يعطي ثقة كبيرة ويكون رسالة قوية للمنافسين من أول جولة. ثانيا، بداية تحت الضغط. كل الأنظار غادي تكون على الأرسنال في أول مباراة ضد كوفنتري. بداية الموسم ديما كتكون اختبار حقيقي، والجمهور باغي يشوف واش فريق غادي يدخل بنفس الشخصية والطموح ولا غادي يتعثر من أول خطوة. ثالثا، الأنظار على السيتي. مانشستر سيتي غادي يبدا الموسم بمواجهة بورنموث. الجميع باغي يشوف كيفاش غادي يدخل الفريق هذا الموسم، خصوصا بعد التغييرات اللي عرفها. بداية قوية غادي تعطي ثقة، وأي تعثر غادي يطرح بزاف ديال علامات استفهام. رابعا، ماتش خارج التوقعات. إذا كاين ماتش يقدر يفاجئ الجميع هذه الجولة فهو برايتون ضد أستون فيلا. جوج فرق كيعرفوا يفرضوا أسلوبهم، كيقدموا كرة ممتعة، وهذه المواجهة مرشحة تعطينا واحد من أحسن الماتشات في الجولة الأولى. وخامسا، شكون غادي يفاجئنا؟ الجولة الأولى ديما كتكون فيها النتيجة كتقلب كل التوقعات، والسؤال هو شكون الفريق اللي كتشوفه قادر يدير أول مفاجأة في هذا الموسم. وهذه كانت حلقة جديدة من التوش، ودابا نوبتكم. شكون الفريق اللي كتشوفوا غادي يخطف الأضواء الجولة الأولى؟ وشنو هي المباراة اللي متحمسين ليها أكثر؟ كتبوا لي آراءكم في التعليقات، وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وفولو، ونتلاقاو في حلقة جديدة من التوش مع كل جديد ديال البريمير ليج. تهلا.